السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء في فيديو جديد. نتكلم النهارده عن آخر الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية. وأول خبر معانا، الأهلي يقرر خوض وديتين يوم الأحد أمام بتروجيت ومنتخب مصر للشباب. الأهلي يتجه للموافقة على عرض قاسم باشا التركي بعد رفع النادي عرضه إلى 750 ألف دولار بالإضافة لنسبة إعادة بيع 20%. احتمالية كبيرة لحدوث صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز. الأهلي ياخد محمود صابر مقابل حصول بيراميدز على أحمد عبد القادر. سيراميك كليوباترا يضم ناشئ الأهلي يوسف جمال لمدة 5 سنين في صفقة انتقال حر. والزمالك يفوز على غزل المحلة 2-1 وديا ويظهر مشاركة محمد إسماعيل للمرة الأولى. عدي الدباغ يقترب بشدة من نادي الزمالك بعد محاولات مكثفة من جون إدوارد للتوقيع معه. والزمالك ينفي التوصل لاتفاق مع بيرسي تاو وينفي المفاوضات بينهم. حسب صحيفة هيب سبور المغربية، مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستجرى في العاصمة التنزانية يوم 12 أغسطس كحد أقصى. وليفربول يكشف عن مقاميسه الجديد استعدادا للدوري الإنجليزي. فلوريان فيرتس يحصل على الرقم 7 بعد رحيل لويس دياس. ليفربول يرغب بشدة في التعاقد مع مارك جويه ولكنه لا يتوقع دفع 40 مليون يورو. توتنهام يفوز على أرسنال 1-0 وديا، سجل هدف بامباسار. جواو بالينا يقترب بشدة من توتنهام حسب فابريزيو رومانو. أرتيتا جوكيرس سيكون أفضل في المباريات القادمة. ودوناروما يقترب بقوة من مانشستر يونايتد ويتوقع أن تحسم الصفقة خلال ساعات. باريس سان جيرمان يقترب بقوة من حسم صفقة إيليا زابارني من بورنموث صاحب 22 عام بعد إضافة عرض جديد ويصعب رفضه من قبل بورنموث. بكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، وأتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناة، وإن شاء الله استنوا حلقة قريبة جدا عن فانتازي الدوري الإنجليزي. السلام عليكم.